يا مساء الورد والياسمين على حبايب قلبي. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من حلقة امبارح، وجايه لكم النهاردة بالحلقة الجديدة. أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، بس عايزة أفكركم لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نترفع 10 درجات في الجنة ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف حلقتنا النهاردة بتقول ايه. في جزيرة نائية كده في نص نهر النيل قريبة من قرية في بني سويف، رست سفينة عملاقة على الشط، وبعدها طلعت صوت صفارة عالي خلى كل رجالة الجزيرة يتجمعوا بأسلحتهم الآلية. ومعداش وقت وبقى بيفضوا الصناديق اللي في السفينة بحذر، وتحت عين ماكرة بتلمع بتبص عليهم من شباك عالي في السفينة. ولما الرجالة خلصوا وخبوا الصناديق في تحت الأرض، كبرهم شاور بإيده لحد فوق في السفينة اللي اكتفى بإشارة صغيرة لجيسي اللي قامت من مكانها بخطوات واثقة. وقفت جنب سور السفينة وقالت لواحد من رجالتها ينفذ اللي اتفقوا عليه. الراجل طلع رزمة فلوس من جيبه وبدأ يوزع شوية ورق على الرجالة كأنهم شحاتين، وهو بيقول بنبرة تحذير: البضاعة دي لو نقطة مية جت عليها بحياتكم كلكم، فاهمين؟ أنا شايف إن احنا نمشيها ودي أحسن. قلت ايه؟ مجدي قال جملته وهو شايف الرعب في عيون سلمى، وبدأ يرمي عليها تهديداته. كنت عايزة تقتليها ليه؟ أنا ما كنتش عايزة أموتها، هي كده كده ميتها، كنت بريحها وبريح هشام منها. من اداك الحق تعملي كده؟ ليه؟ ايه الغل والحقد اللي جواه كده؟ الفيديو ده مش دليل كفاية، وأصلا صورتي مش واضحة فيه ولا هتعرف تعمل بيه أي حاجة. مجدي بصلها بنظرة سخرية. يبقى ما تعرفيش من هو مجدي السيوفي. معاك يومين ترجعي فيهم لمكانك الطبيعي، يومين وساعة كمان وهكون قدمت الفيديو للنيابة، جريمة شروع في قتل. شوفي بقى هتعرفي تخرجي منها ازاي. عيون سلمى وسعت بذهول. هي ما ماتتش؟ شفت الحظ؟ ها، قلت يا دكتورة سلمى انت طالع يا فجر. الكلمة دي قالها هشام وخرجت زي السيف. أول حد استقبلتها كانت سعاد بندبة قوية على صدرها، والصدمة خنقت لسانها وما قدرتش تنطق بعدها. ولكن الكلمة دي برضو سيف على شفايف عايدة، بس شقتها بضحكة انتصار باينة وهي بتقول بمكر: استعجلتوا ليه يا ولاد؟ كده برضو يا هشام تسمع كلامها؟ وكانت الجملة زي السيف اللي قطع أي كلام ممكن يتقال بعدها. وقف هشام وفجر قدام بعض جوه دوامة بتشدهم لتحت. بصلها مش شايف غير بريق دموع محبوسة ورا شوية كبرياء وكتير من الصدمة. نظرة هشام ليها كانت كلها ندم، كأنها بتعاتب: أوقات بنبعد عن الحب بإرادتنا، وأوقات بنبعد غصب عننا. ممكن نقفل قلوبنا لأننا ما بقيناش محتاجين الحب، أو عشان خايفين من وجع تاني. يا ترى هشام اختار أي احتمال منهم عشان ينطق الكلمة دي؟ فجر قلبها اتلخبط، اتمنت كل ده يكون كابوس، واتمنت إنها ترتمي في حضنه وتعيط على مرارة الكلمة اللي جرحت قلبها. دمعة غدارة نزلت من عينيها فضحت مشاعرها، وكانت ماشية بس عينيها مش شايفة قدامها، فقدت توازنها. بس لحسن الحظ سندت على دراعه. حسبي. لهفته كانت باينة في صوته، وإيده اللي لفت حوالين وسطها كأنها روحه كانت متعلقة بيها، وعينه اللي بصت لوشها كلها اعتذار. فجر طنشت النظرات اللي بتقطع روحها، طنشت الرعشة اللي سابت أثرها في كيانها، وبصت لقلبه، قلبه اللي كانت دقاته بتوصل لودنها، وقالت في نفسها بحزن: هنا بالظبط ضيعت قلبي. لكن عيونهم اختصرت فيها كل حاجة. فجر رفعت راسها وطلعت على فوق، هربت من ضعفها لجوه أوضتها عشان تستخبى من الفيضان اللي جواها. سعاد قربت من هشام وقالت بعتاب: طلقتها يا هشام؟ وانت من امتى كنت بتسمع لها كلمة؟ بصلي هنا وقولي عملت كده ليه. عايدة دخلت بهدوءها المعتاد
خلاص بقى يا سعاد، هو أضرب مصلحته، يمكن الطلاق ده في صالحهم. يا هشام يا ابني رد عليا، مالك؟ أنا هدخل لها، هي ما ينفعش تمشي كده. سعاد مسكته من إيده وقالت سيبني أنا أدخل لها، وبصت لعايدة نظرات نارية وقالت وأتمنى تصرف الشيطان اللي بوظ عليكم حياتكم. سعاد كانت بتحاول تصحي شك جوه هشام، وسابتهم ودخلت على الأوضة، ولما فتحت الباب صرخت تعال الحق مراتك يا هشام. هشام جري بكل لهفته، ولقى فجر في الحمام بترجع وبتكح بقوة كأنها هتطلع قلبها. نسي كل حاجة وراجع جنبها ولف دراع حواليها، وبإيده التانية بتسند صدرها اللي كان بيرتعش. على مهلك يا فجر. قامت بكل قوتها، تعبها اللي كان هيشدها لقاع الإغماء، وهي بتسند بضعف على كتفه وبتتنهد بصوت مسموع. وكمل هشام هجيب لك دكتور، ما تقلقنيش عليكي. حاولت تتسند على الحوض اللي جنبها علشان تقوم، بس رجليها اتهزت، فما تأخرتش ايدين هشام انه يشيلها بخوف وهو بيحذرها. بطلي عناد يا فجر. سعاد صرخت بخوف وهي بتسند ظهر هشام من وراها. بالراحة عليها يا هشام، نايمها على السرير هنا. رغم تعبها عينيها ما منعتهاش تحضن ملامحه لآخر مرة من قريب. اتنهدت وهي مرمية في حضنه وقالت بحسرة يا جوعي ليك بعد الفراق. جسمها ارتاح في نص السرير، وأول ما هشام وقف قال أنا هطلب الدكتور. ملوش لزوم. طنط سعاد ممكن تجهزي لي شنطتي، لازم أرجع قبل بالليل. مفيش مشي من هنا يا فجر. طنط سعاد ممكن تسيبينا لوحدنا. لا يا طنط سعاد، مش هينفع تسيبينا لوحدنا، ما بقاش ينفع، أنا بقيت محرمة عليك خلاص. الجملة خرجت من بقها وداست قلبه اللي بيحبها. ساعتها فهم يعني ايه الكلمة اللي قالها وهو غضبان. فهم ان الكلمة دي خلتها ما تبقاش ليه ولا هو ليها، خرجت من قلبه للأبد. هو ما كانش يقصد كل ده، هو كان بيطوعها وبس. بص لسعاد بنظرة أخيرة ففهمت منها تنسحب، وبمجرد ما قفلت عليهم الباب اتبادلوا نظرات مليانة حاجات كتير لحد ما اتنهد وقال عاجبك اللي وصلنا له ده؟ اتجنبت تبص له، كان قلبها خايف يعيش الوجع تاني. هو ده اللي كان لازم يحصل من زمان، اللي حصل هو الصح. بعدك عني هو الصح، إن أعيش هتجنن واطمن عليكي من بعيد هو الصح من وجهة نظرك. إن أسيبك تمشي ومش مسموح لي حتى أشوفك ده الصح. إنك تخافي وما تلاقيش حضن تستخبي فيه هو ده الصح. إن أسيبك لوحدك في الغابة ده بالنسبة لك صح. ليه يا فجر؟ ليه وصلت الدنيا لكده؟ ليه مصممة تعاقبيني علشان حبيتك؟ بلع ريقه بالعافية وهو بيفترس ملامحها. في بعد راحتك كانت قدام أصعب اختيار ممكن حد يتحط فيه، ما بين قلبها اللي بيحبه وقلبها اللي مجروح منه. لما يكون دواك من الألم هو نفسه سبب جرحك تعمل ايه؟ اتلاشت عينه اللي بتنبش في ذكرياتها وقالت بحزن لايق على اللي جواها اللي حصل تصليح كل الغلط اللي عشنا من أول يوم اتقابلنا فيه. أنا بحبك وواثقة من حبك ليا، بس الدنيا مش حبانا سوا، هنعمل ايه؟ فجر مش عايز فلسفة. الغلط الوحيد اللي حصل في حياتنا اني طلقتك وهصلحه حالا. ولو شايفة كل اللي فات في حياتنا كان غلط، فأنا مش شايفة غير أصح حاجة حصلت علشان أقابلك. وإن قلت مش عايزة أكمل معاك تبقى أنانية، وإنت عمرك ما كنت كده. ما تصعبهاش عليا يا هشام لو سمحت. إنت اللي بتصعبيها مش أنا. أول ما لمست صوابعه خدها اتفزعت من جنبه كأنها اتلدغت. هشام ما ينفعش لو سمحت. معقولة مش عايزة تغفري لي غلطة واحدة مع إنك أذيتيني في شغلي وخدعتيني وآخرهم هنتيني وقلت السر اللي بينا قدام عايدة وسعاد، ومع كده ومش شايف غير بعادك جريمتك الوحيدة اللي مستحيل قلبي يقبلها. شفت بقى إننا ما ينفعش نكون مع بعض.
انت هتعيش طول عمرك حاسس انك صاحب فضل عليا، وانا هعيش طول عمري شايفة انك كنت مع واحدة غيري حتى ولو لمرة واحدة. الدنيا نجحت تبعدنا يا هشام، خلاص مفيش حل. يعني ايه؟ انا راجعة مكان ما جيت، وانت عيش حياتك لاني مش راجعة تاني. هشام، انا هكون مرتاحة كده، سيب البعد يداوي وجعنا. لو مكتوب لنا رجعة صدقني مفيش قوة هتبعدنا. انا محتاجة اخر هدنة. طالبت بحاجات اكبر من قلبها، بس كبرياء هشام وقف قدامها وقال: لآخر مرة بقولك سيبي فرصة للقرب، هو اللي يداوي وجعنا مش العكس. لأنك لو مشيتي من هنا مفيش رجعة. واللي بيقولك كده هشام السيوفي، مش هشام اللي حبك يا فجر. لأنك لما تمشي هتقطع الإيد اللي ماسكة فيكي. مش هتفرق، كده كده انا مش هبطل احبك. عرفت ان بقرارها كتبت وجع طريقها، حكمت على قلبها بمؤبد اسمه الانتظار، وانتظار شخص مش ناوي يجي. حرب الكل فيها خسران، مفيش ناجي. بصلها بنظرة قوية كأنها بتقول: كنت أتمنى حضنك حتى لو بعد موت. وقرب منها فعلا، بس ايده اتجمدت في مكانها. رفعت عيونها بتعب وبنظرة رجاء ما يعملش حاجة تهد اللي اتفقوا عليه. هز هشام براسه مستسلم، وقال بنبرة تقطع القلب: تمام، انت اللي اخترتي. قدامك نص ساعة تجهزي نفسك، السواق هيوصلك على بلدكم. اتجنبت تكلمه وانشغلت تلم حاجتها، وأول ما خرج من أوضتها اتنفست براحة، كأن جبال الحنين اتشالت من على قلبها بخروجه. ما بقاش في وقت لا للبكا ولا للآه. دي الخطوة الوحيدة اللي كانت بتجري من شهور علشان ما تحصلش، بس حصلت، والمكتوب مفيش منه مهرب. خرج هشام من شقته كأنه هرب من سجنه، مش عايز حتى يبقى في نظرة وداع. فراقها الأبدي كان بينغز في قلبه والوجع بيغطيه، وفي قلبه صدى صوته اللي دفنه جوه نفسه: أقسم بسحر عينيكي إنهم أول هزايمي، وأقسم بمرارة الشوق إنك آخر انكسرتي. سعاد ضربت كف على كف وقالت لعايدة بعتاب: روحي، ربنا يحرق قلبك زي ما حرقته لهم. هتروحي من ربنا فين قوليلي؟ مبسوطة كده؟ منك لله يا بعيدة. وانا مالي، دي نتيجة منطقية لعدم التوافق. انا ماشية هسيبلك الدنيا خالص. بعد ايه؟ بعد ما خربتيها؟ خلاص هتسافر بكرة. دمعة نزلت من عينيها وهي بتقول جملتها الأخيرة، وزياد ساب هدومه على طرف السرير وقرب منها بحب: اللي لو قلتي لها هد. انت عارف انه ما ينفعش، مستقبلك أهم. حاول يكسر التلج بينهم، داعب خدها وهو بيتغزل فيها: امال كنت مستخبية فين من الصبح؟ ما كنتش طايقاك. قلبك اسود قوي يا بسوم. بعدت عنه وراحت ناحية الدولاب بتفرز هدومه اللي اشتراها وقالت: السويت شيرت ده حلو عليك، كويس انك جبت جاكيت لكن فجأة حست بدفى اجتاح جسمها لما لف ايده حواليها وقربها ليه وقال: وايه كمان؟ زياد ابعد. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ زياد وحشتيني. لمساته كانت على نغمة دقات قلبها اللي خلتها تهدى بين ايده. زياد ضمها ليه، لكن هو اكتفى انه يسيب علامات حب جوه قلبها. هتفضلي كده لحد امتى؟ لحد ما قلبي ينسى انك كنت بتعمل كده مع 1000 واحدة قبلي. لسه يا بسمة، لسه قلبك شايل. ما تاخدش في بالك، المهم ناقص ايه كمان؟ مسك ايديها وبسها وقال: قوليلي الوقت والمحاولات اللي محتاجاها علشان تنسي. بسمة، انا عايز بيت وولاد واستقرار، احنا بنكبر. الوجع كبر معايا غصب عني. مش انتي مديالي فرصة نداويه سوا؟ سافر يا زياد، يمكن السفرية دي خير لينا. راها فتحت باب الشقة برغي: يا مجدي كنت فين؟ وليه التأخير ده كله؟ ها كنت فين بقى؟ كنت بتخوني صح؟ بتخوني يا مجدي؟
أنا كنت حاسة إن وراك سر. ما هو مش معقولة يعني أكون مطلعة عينك وأنت لسه بتحبني ومخلص ليا. زق الباب برجله بضيق. رهف مش فاضل زنك، أبويا صاحي. يبقى كده بتخوني يا مجدي. الهروب ده أكبر دليل على جريمتك. بقولك أبويا صاحي ولا نايم؟ عمو أخد الدواء وقال هيريح شوية، وماما راحت تطمن على فجر، وطنطو ساعات كمان راحت لهم دق الحماس في قلبه من جملتها. يعني محدش في البيت هنا غيرنا صح؟ رجعت خطوة لورا بخوف. في يا مجدي مالك؟ طب مفيش كده لقمة تسد جوع مجدي حبيبك؟ اتلخبطت رهف من نظراته وسندت ظهرها على الحيطة وقالت هاكلي يعني؟ حلوة البيجامة دي بتاعت بسمة. مش مهم، يا حلو عليكي. مجدي وقفتنا دي ما تصحش. امال ايه اللي صح؟ ان اخونك؟ ضربت رجله بكعبها وقالت بتحذير كنت قتلتك. ما انت السبب، اعمل لك ايه؟ اختفيت فين كل ده؟ اهو مشوار كده، قرصة ودن للزفته اللي اسمها سلمى دي. كان لازم اروح لها البيت رحت لها البيت؟ نهارك اسود. انا كان احساسي صح لما قلت انك بتخوني. في اللحظه دي اتفزعوا هما الاتنين من صوت زياد وراهم. انتوا بتعملوا ايه؟ عيون رهف وسعت وخوفها اتضاعف. اما مجدي فغمض عيونه كانه بيعاتبها. ما قلتيش ليه ان زياد هنا؟ اللي انا شفته ده انت يطلع منك كده يا مجدي؟ عادي يطلع. شايفني راجل قدامك ولا رجلي كنبه؟ زياد حس ان جداله مع مجدي مش هيفيد فبص الرهف. وانتي ازاي تسمحي له يقرب لك كده؟ وانا مالي؟ انا ما عملتش حاجه. لا عملت، كانت بتاخد رأي في بيجامة بسمة. ولا ايه تنكري؟ لا والله، والله يا زياد ما تصدقوش، ده بيكذب. ده هو اللي كان بيقول انها حلوه عليا وانا قلت له عيب وما ينفعش. اول ما خلصت جملتها جريت بسرعه لانها فهمت ان مفيش مفر من حفره الاتهامات اللي وقعت فيها. وبمجرد ما اختفت قال زياد لمجدي بهزار ما تلم نفسك يا عم انت. يا اخي هو لا حرام ولا حلال ماشي معانا؟ هو في لعنه حلت على البيت ده؟ عايزه اتجوز يا زياد واخوك هشام واقف لي زي اللومه في الزور. ومين سمعك؟ انا كمان نفسي اتجوز. بقى انا زيزو اللي كان بيفطر على نسوان يحصل فيا كده؟ الحب بيذل معلش. وابن عمك اتمسح بيه الارض. ساعتها عايده فتحت الباب وبصت لهم باستغراب. انتوا واقفين كده ليه؟ مرات هشام عامله ايه دلوقتي؟ اتنهدت عايده براحه وهي قاعده على اقرب كرسي. اوه، اتطلقوا الاتنين في نفس واحد. ايه؟ عدى اليوم اللي كان شال جواه احداث كتير واوجاع اكتر. وبعد ما سعاد زنت على فجر انها ما تروحش وقفت فجر في الاخر بس بشرط انها ترجع لوحدها، ووعدتها انها هترجع في امتحانات نص السنه. اما هشام قضى اليوم كله ماشي على رجله في شوارع القاهره بيحاول يستوعب اللي حصل واللي مستخبي. بيبص في وشوش الناس يمكن يلاقي فيها حنيه، وصوته كان بيرفض كل حاجه وكأنه اللي عاشه كابوس. قلبه كان بيعاند الحقيقة اللي عقله استوعبها كويس، وهو إن القدر مش رحيم بس قلبه مصر يديها وسام الخلود. عايدة ما سلمتش من اتهامات سعاد بس ما اهتمتش وفضلت كأنها مش سامعاها ورجعت أوضتها مع منير. زياد جهز شنطته وسافر وقضى ليلته مع بسمة في البلكونة بيضحكوا وبيخبوا الوجع اللي جواهم لحد ما البرد زاد. وركب أول عربية شافها ورجع لشقتها وهو شايل هم إنها فاضية من وجودها. أما رهف فكانت هتتجنن من اختفاء هشام ومش عارفة توصل له. النار كانت بتاكل جواها، ما لقيتش مفر غير ركعتين ونجت ربنا وهي بتقول يا رب وما بقاش لحد غيرك دلوقتي. ممكن ما تسيبهوش وممكن تطمن قلبي عليه. كانت بتكرر الدعوة ودموعها نازلة بحرقة. وصلت فجر القصر زيدان وطلبت تشوف خالد اللي قلبه دق لما سمع اسمها. نزل على السلم وهو لسه ما كملش لبسه. انت متأكد انها فجر بنت صبري يا حماد؟ هي؟ ايوه هي يا جناب العمدة. نزلت كده من عربية مجفلة وجرت للسواق روح وطلبتك بالاسم. جري خالد بحماس
روح دخلها يا هبل، سايبها بره في الجو ده. الغفير جرى على فجر وطلب منها إنها تدخل، وأول ما خطت خطوتين لقت خالد. يا مرحب، يا ألف مرحب يا ست البنات، اتفضلي. مشيت فجر بخطوات بطيئة لحد لما وصلت له. أسفة لو صحيتك، بس يا فجر يا بنت الغالي، انت تأمريني. خالد، أنا عارفة إنك بقيت كبير البلد دلوقتي، وعارفة كمان إن مرات أبويا مستولية على البيت. كنت عايزة بس مكان أبات فيه لحد ما أعرف أخد قراري. يا خبر يا فجر، القصر كله تحت أمرك، انت تأمري وبس. لا، ابعدنا عن القصر، شوف لي مطرح بعيد، حابة أبقى لوحدي. ازاي مطرح بعيد وانت لوحدك يا فجر؟ ما ينفعش اسيبك لوحدك في بلد زي دي. كشرت فجر وقالت: البلد كلها أهلي وناسي، ما تخافش منهم. هتقدر تساعدني؟ بس برضو يا فجر ما ينفعش، البلد كلها مليانة أماكن ضواحي، القصر واسع ومفيش حد ساكن فيه. رفعت فجر عينيها وشافت دموع في عينين قمر، نفس العينين اللي ساكنين قلبها. بصت له تاني وقالت: قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله يا فجر. وأول ما خلص كلامه سمعوا صوت أيوب بيصرخ من الفرحة، وجري عليها وحضنها. وحشتيني يا فجر، كل دي غيبة؟ اوعي تقوليلي راجعة مصر تاني. مش راجعة، قاعدة على قلبك. خالد نادى على حماد: هات العربية توصل ست فجر للبيت الشرقي، وخلي غفارين يحرسوها. لا يا خالد، ملوش لازمة، أنا مش هبقى مطمن غير بكده. أيوب مسك إيديها وقال: وأنا هقعد مع خالتي فجر، مش هسيبها يا خالد. خالد وافق وهو بيضحك. وأنا موافق، أنت راجل وهتحميها وأنا واثق فيك. هشام صحي من نومه على الكنبة اللي بات عليها، قام بشوية كسل، وبعد شوية شد حيله، خد شاور سخن ولبس بدلته وطلب تاكسي يوديه الشغل. وصل وهو رافع راسه، كانوا بيحاول يرجع هشام القديم اللي الحب مرمطه. دخل على مكتب اللواء نشأت اللي كان سايب له رسالة إنه مستنيه بكرة، وأول ما دخل لقى الكل مستنيه، ونشأت قال: وهشام وصل. بدأ نشأت الكلام: في الفترة اللي فاتت كمية سلاح دخلت البلد بطريقة مرعبة، قاعدتهم كبرت ونشاطهم وسع. السلاح بيجي من الأنفاق ويكمل طريقه بالبحر، وعندنا مصدر بيقول إن معاهم قنبلة جديدة مفعولها رهيب، ممكن تدمر البلد في لحظة. دخل مجدي بحماس: بس يا فندم، احنا نعرف منين أماكنهم؟ ندور فين؟ البلد كبيرة. دي خطتنا يا مجدي. هشام كان مركز جدا لحد ما جات له رسالة على موبايله: هشام بيه، أنا وصلت الهانم زي ما حضرتك ما أمرت، بس هي أصرت أنزلها عند عمدة البلد، وفضلت أراقبهم لحد ما خرجوا ووصلها البيت في شرق القرية. هبعت لك التفاصيل. الجملة دي ولعت النار في قلبه، ولعت النار في قلبه وعقله مع بعض، وما فكرش في حاجة غير إنه هو قال فجأة: نشأت بيه، أنا عايزة اتنقل بني سويف، أرجوك. ونكمل بكرة.